السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وحبايبي في كل حتة في مصر، عاملين إيه؟ الكلام بيخص بالذكر الحنبلات الصغاري والإعدادي، عاملين إيه؟ طبعًا آخر حاجة كنا وقفنا عندها زي ما عرفنا وشُفنا إن إحنا نقف عند قواعد توزيع الإلكترونات في مستويات الطاقة. عايزك بقى تركّز معايا في حصة النهارده لأن حصة النهارده حصة جميلة جدًا ولكن محتاجة حبة جهد من الحنبلة بتاعي الصغير. عشان نعرف إزاي نوزّع الإلكترونات في مستويات الطاقة، قال لك لازم تخلّي بالك إن يملأ مستوى الطاقة الأول بالإلكترونات، ويتتابع ملء مستويات الطاقة الأعلى حسب عدد الإلكترونات في ذرة كل عنصر، يعني ما ينفعش تبقى حضرتك في المستوى الأول K ولسه ما خلصتوش، ما إحنا عارفين إن هو بياخد 2 وتلاقي نفسك طالع على الL، هنقول لها يا حبيبي تعالَ، هو أنت حضرتك خلصت K وقفلته عشان تدخل على L؟ لأ، طب بتعمل كده ليه؟ حضرتك ما ينفعش تدخل على المستوى التاني غير لما تقفل الاولاني، زي الجيم بتاع الموبايل، مستوى قفلته تدخل على اللي بعده، قفلته تدخل على اللي بعده وهكذا. طيب لازم تاخد بالك ان مستوى الطاقه الاخير في اي ذره لا يحمل اكثر من 8 الكترونات مهما كان رقمه باستثناء المستوى K الذي لا يحمل اكثر من 2 الكترون. ركز بقى، اخر مستوى طاقه دايما عود نفسك ما ياخدش اكتر من 8 الكترونات، هو كده ما ينفعش ياخد اكتر من 8 الكترونات، ما عدا قال لك المستوى كي، كده المستوى كي ما بياخدش غير 2، فمش هينفع اديله فوقهم، هو بطنه بتشبع كده، الراجل بياكل موستين ويقول الف حمد شكرا، فبكده مش هياخد. طب الام الان ما يعلوش عن 8، اخره قفلت ال8 ادخل على اللي بعده، قفلت ال8 ادخل على اللي بعده، ما ياخدش اكتر من كده. وفيما يلي توضيح لكيفيه توزيع الالكترونات، تعال نشوف مثلا اهو يا سيدي، يتم شغل المستوى K بالالكترون واحد او الكترونين اهو، يا اما واحد يا اما اتنين، يعني مستوى الكي بتاعي اهوت يا ياخد معايا الكترون يا ياخد معايا اتنين، اكتر من كده ما ينفعش، ما ينفعش تلاته، ما ينفعش اربعه، ما ينفعش خمسه، كل ده ما ينفعش يا مستر، هو اخره واحد او اتنين بس. طب شوف اللي بعده، بعد ملء مستوى الطاقة الأول اللي هو الكي بعدد 2 إلكترون، ننتقل لمستوى الطاقة الثاني اللي هو ال وده بيتم حتى 8 إلكترونات، يعني بص ممكن يعمل إيه؟ 2 و1 يبقى كي 2 ال 1، ممكن الكي 2 ال 2 الكي 2 ال 3 الكي 2 الكي 4 الكي مثلا 2 كده الكي 2 دايما، ال 5 6 7 8 اخر حضرتك 2 8. طيب 9 بس وقف عندك يلا حرام يلا خد يلا، هم 8 الاثنين الكي بياخد 2، ال ممكن ياخد 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او ايه مفيش او، هم 8 وشكرا. طب جميل، بعد ملء مستوى الطاقة الثاني ال بعدد 8 الكترونات يتم الانتقال لمستوى الطاقة الثالث M، وبرضه ما يشتغلش غير بكام؟ ب 8 الكترونات. تلاقي حضرتك بيقول لي كالآتي، بص يا سيدي معايا، هتلاقي حضرتك الكلام كالآتي، الكي خد 2 ما بياخدش أكتر منهم، ال خد معانا من 2 من أول واحد لحد 8، طب الام معانا من أول واحد لحد 8، ما ينفعش نعدي 9 10، مفيش الكلام ده الله يرضى عليك، لا في الام ولا في ال. طب جميل قوي، ندخل على اللي بعده. حلو، تطبيق التوزيع الالكتروني لذره البوتاسيوم K، ودي بيدور حواليها 19 الكترون حول نواه ذره البوتاسيوم، فبنوزعها ازاي؟ قال لي بص يا مستر، ادي الكي 19 دي اللي هي ذره البوتاسيوم، هنوزع في اول عنصر او اول مستوى اسمه كي بياخد كام يا مستر؟ 2. طب ال بياخد كام يا مستر؟ دلوقتي انت خدت 2 من 19 اتفضل 17، فنحط هنا 8 فبقى معايا 10، اتفضل كام من 17؟ انت خدت 10 فاضل 7. طب حلو، الام ركز بقى، حضرتك يا مستر دلوقتي 2 8 بقوا مع 10 صح كده؟ مظبوط. طب انا فاضل لي يا مستر لسه فاضل 9، فاضل 9، ما انت خدت 2 و8 10، فاضل من 19 كام؟ 9. هتقول لي الام هياخد 8،
يبقى 2 و8 10، 10 و8 18، فاضل 1. هتقول لي الان ياخد 1، يبقى 2 8 8 1. يا مستر هو انت ليه ما قلتش 2 9؟ او ليه ما قلتش خدت 2 اهوت و2 17؟ ما احنا قلنا بقى يا ولد اخر مستوى او اي مستوى منهم ما بياخدش اكتر من 8. ما بياخدش اكتر من كام؟ من 8. ادي ده كله التوزيع اهوت اللي بقول لك عليه، توزيع الالكتروني للمغنيسيوم، وده حوالي 12. قال لك بص ده كده 2 1 2 3 4 5 6 7، وقام جاي فاتح اللي بعده. هو ده ينفع؟ يعني مثلا اقول لك الكي بتاخد 2، ال تاخد 7، الام تاخد 9. انت بتخرف بتقول ايه؟ انت ما ينفعش تفتح ده الا لما تقفل ده، خليه 8 كده، تقفل ادخل على اللي بعده. الام ياخد 2 فيبقى 2 8 2 ال 12. بالله عليك تاخد بالك من حته زي دي. طب جميل يا مستر، تعال نشوف اللي بعده. اذا العلاقه بين اعداد الجسيمات دون الذريه. قال لك الجدول التالي بيوضح لك ان مثلا عدد البروتونات اللي هو الكربون 6. طب حلو، عدد النيوترونات 6، عدد الالكترونات 6، الN زائد البي اللي هي البروتونات زائد النيوترونات 12. صلى على النبي بقى. الكلام ده عندنا حاجه اسمها العدد الذري والعدد الكتلي. لازم تكون عارف ان العدد الذري هو عدد البروتونات اللي هي البي، هو عدد الالكترونات اللي هي الالكترونات. يبقى العدد الذري نفس بعض. لما اقول لك العدد الذري 12 تقول لي يبقى البروتونات 12، يبقى الالكترونات 12. مين بيختلف؟ النيترونات هي اللي بتختلف. حلو قوي، ممكن تختلف وممكن تشابه عادي جدا. طب جميل يا مستر. بص بقى، عشان تجيب حاجه تانية اسمها العدد الكتلي فلازم تكون عارف عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. الاثنين مع بعض. عشان كده هنا بيقول لك مجموع اعداد الN زائد البي ده اللي هو اسمه العدد الكتلي. ما هي اي عنصر في الدنيا وليكن الH لازم يكون في هنا عدد ذري وفي هنا عدد كتلي. طب العدد الكتلي ده اللي فوق هنا على الشمال بيبقى ماله؟ عباره عن البي زائد الN. طب العدد الذري عباره عن البي بس، وهي الايه؟ الاي، وهي العدد الذري. جميل قوي يا مستر. يبقى هنا مثلا البرون بي، عدد البروتونات كام يا عم؟ 5، يبقى البي اهو عدد البروتونات هنا كام؟ 5. طب عدد النيترونات تعال نشوف اهو عدد النيترونات قال لك كام يا عم؟ 6. حلو، يبقى عدد النيترونات 6. عدد الالكترونات كام؟ 5. لما نيجي نقول العدد الكتلي هتقول لي الخمسة زائد الست او الخمسة زائد 6، كده كده مش فارقه، ما هي البروتونات والالكترونات شبه بعض. يبقى 5 زائد 6 كام؟ 11. يبقى عدد الكتلي 11. يبقى اللي فوق الكتلي واللي تحت الذري. الكتلي ده اهو عباره عن ايه؟ عباره عن البي زائد الN، البروتونات زائد النيترونات. طب ده عباره عن ايه؟ البي فقط. طب البروم او البريليوم سوري الBe قال لك عدد البروتونات 4، عدد النيترونات 5، عدد الالكترونات 4. فلما اقول لك الN زائد B تقول لي ايه؟ تقول لي 4 زائد 5 ب9. يبقى تلاقي الBe اهوت بحط هنا كام يا عم؟ عدد البروتونات 4. طب عدد الN زائد الB كام؟ 9. طب مستر الليثيوم Li البروتونات 3، النيوترونات 4، الالكترونات 3، الN زائد الB 7 اهو. ادي Li حط هنا 3 هنا 7. طب هنا الهيليوم He هنا يا مستر يقول لك عدد الذري 2. طب العدد الكتلي قال لك يا مستر 4. قال لك كام يا عم؟ 4. طب حلو قوي. الهيدروجين 1، النيترونات 0، الالكترونات 1، الN زائد B 1. عشان كده الهيدروجين بتلاقي عدد ذري 1 والعدد الكتلي 1. صعب؟ ده كله اللي ممكن اقوله لك، اللي هقوله لك هنا اهوت العدد الكتلي والعدد البروتونات زائد النيوترونات، والعدد الذري بيساوي عدد البروتونات وعدد النيوترونات وعدد الالكترونات. بيقول لك ايه؟ قوم شوف اللي وراك وكفايه تاجيل. قوم يا حبيبي ربنا يهديك ويشفيك ويعافيك يا رب. قوم يا بابا. حلو قوي. فالراجل بيقول لك تطبيق. المستوى الاول يمتلئ ب2 والثاني يمتلئ ب2. مستوى الطاقه الخارجي يحتوي على 3 الكترونات. يبقى العدد الذري للعنصر 2 زائد 8 زائد 3 13. بص هنا كده، هو الراجل بيقول لك ان المستوى الاول لقيته بيمتلئ بكام؟ ب2. طب المستوى الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى الاولاني ب2 الثاني ب8.
التالت 1 2 3 يبقى 3. يبقى عدد الذري كام؟ 13. عرفت منين؟ جمعت الاتنين زائد التمانية زائد التلاتة طلع لي 13 يا مستر. سؤال خايب قوي يعني. النظائر، ركز بقى في حتة النظائر دي لأنها حاجة مهمة جدا ولازم تكون واخد بالك منها الله يرضى عليك. النظائر قال لك هي صور مختلفة من ذرات العنصر الواحد تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. يبقى كلمة النظير هي عناصر متفقة في العدد الذري شبه بعضها ولكن بتختلف في العدد الكتلي. زي تعال نشوف مثلا مين؟ نظائر الهيدروجين. عنصر الهيدروجين هو أبسط العناصر الموجودة في الطبيعة. ليه كام نظير يا عم؟ 3 نظائر يوضحها الجدول. تعال نبص. عندك أول نظير اللي هو أول عنصر أساسي الاتش، عدد ذري 1 عدد كتلي 1. النظير الثاني عدد ذري 1 عدد كتلي 2. النظير الثالث عدد ذري 1 نظير العدد الكتلي 3. حلو قوي. قال لك بص يا سيدي، انت عارف ان اول حاجه اسمها الهيدروجين، العنصر اسمه الهيدروجين. طيب قال لك بص تركيب مكونات النظير. بص يا سيدي كده، قال لك العدد الذري بيبقى 1 والعدد الكتلي 1، عدد البروتونات 1. اما عدد النيوترونات هتقول لي 1 ناقص 1 بيساوي كام؟ 0. طب تعالى للنظير ده، العدد الذري 1 والكتلي 2 يبقى البروتونات 1. فلما تقول لي النيوترونات هتقول لي 2 ناقص 1 بكام؟ ب1. طب هنا النظير ده العدد الذري 1 الكتلي 3 اذا البروتون 1. فلما تقول لي النيترون يبقى 3 ناقص 1 ب2. دي كلها نظائر. يبقى الهيدروجين ليه نظير H11 H12 H13. ايه الحجه؟ انهم بيتفقوا في العدد الذري ولكن بيختلفوا في العدد الكتلي، عشان كده سموها النظائر. يعني توأمه بس مختلف عنه في حبه حاجات. يتضح ان العدد الذري بيتساوى مع العدد الكتلي في ذره ايه؟ البروتونيوم. وعدد النيوترونات يتساوى مع عدد البروتونات في نواه الديوتيريوم وضعف عدد البروتونات في نواه ذره التريتيوم. طيب تطبيق 2 وهي نظائر المغنيسيوم. قال لك مثلا عنصر المغنيسيوم Mg له 3 نظائر اهو Mg12 Mg12 24 ده الطبيعي. طب الثاني Mg12 25. طب الثالث Mg12 26. بص متفق في العدد ذري متفق في عدد ذري متفق في عدد ذري مختلف في عدد كتلي مختلف في عدد كتلي مختلف في عدد كتلي، عشان كده سموه ايه؟ نظائر. سموها ايه؟ نظائر. يبقى نظير المغنيسيوم 24 25 26. حضرتك بيقول لك اصنع مجدك، اياك ان تدع مخاوفك تمنعك من تحقيق امنياتك. ما تخليش الخوف ما يحققلكش الاماني بتاعتك. اسعى واتعب واجتهد ويا رب دايما اشوفك من انجح الناس. هنا اكون خلصت الدرس الاول معاك في المنهج فينش. عايز حضرتك تركز معايا وتبقى عارف ان المنهج بتاعنا هنخلصه واحده واحده، ولكن لازم تكون حضرتك متابعني اول ايه باول. اشوفك على خير ان شاء الله مع بدايه الدرس الثاني. يا رب دايما اكون عند حسن الظن. اخويا الحنبله الصغير واختي الحنبله الصغيره، شدي حيلك واجتهدي واعملي اللي عليكي. شد حيلك واجتهدي واعملي اللي عليك. يا رب دايما يفرحكم ويكرمكم. اشوفكم دايما بخير. سلام.